ناس كتير فاكرة إن عباس حلمي التاني مجرد اسم في كتاب التاريخ، إنه آخر خديوي حكم مصر وخلاص. بس الحقيقة الراجل ده حكايته أكبر من كده بكتير. شاب صغير عنده 18 سنة فجأة بقى خديوي على بلد محتلة، الإنجليز بيتحكموا في كل حاجة. تفتكر هيعمل إيه؟ في الفيديو ده هحكي لك الحكاية كاملة من أول ما اتنصب خديوي لحد ما اتخلع من الحكم وهو بره البلد. هتشوف بنفسك هو عمل إيه وحارب مين وخان من مين، وهتفهم ليه لحد النهاردة في ناس شايفاه بطل وطني وناس تانية شايفاه كان زي اللي قبل. خليك معايا علشان تعرف أصل الحكاية. Let's go! اتولد الخديوي عباس حلمي الثاني يوم 14 يوليو سنة 1874 في القاهرة، وأبوه هو الخديوي توفيق وأمه أمينة هانم إلهام بنت إبراهيم باشا حفيد محمد علي. يعني من صغره وهو شايل لقب ابن الأسرة العلوية، والكل شايفه وريث طبيعي للعرش لأنه هو أكبر أولاد الخديوي توفيق، فكان طبيعي إن كل الأنظار تتجه له باعتباره ولي العهد. والده كان مهتم جدا بتعليمه من وهو صغير، وعشان كده أول ما كمل 7 سنين دخله المدرسة العالية، ودي كانت مدرسة خاصة أنشأها الخديوي توفيق بنفسه في حي عابدين، وكان هدفها تربية أولاد الأسرة الحاكمة وتعليمهم كويس. في المدرسة دي اتعلم عباس أساسيات القراءة والكتابة، مش بس بالعربي لكن كمان بلغات أجنبية زي الفرنسي والإنجليزي. وبعد ما خلص مرحلته التعليمية الأولى سافر مع أخوه الأصغر منه على سويسرا، وهناك دخل مدرسة هيكسوس اللي كانت مدرسة داخلية مشهورة وقتها بالصرامة والانضباط. فضلوا هناك حوالي 4 سنين لحد ما قرر الخديوي توفيق إن ده مش كفاية ولازم يتجهزوا بشكل أكبر للحكم، فبعته هو وأخوه على النمسا علشان يدرسوا هناك. الفترة دي شكلت شخصية عباس حلمي التاني بشكل كبير. ابتدى يفكر بطريقة مختلفة ويشوف ازاي الملوك والأباطرة بيحكموا بلادهم، ومع انه كان لسه ما كملش 18 سنة لكن باين عليه انه واخد المسألة جد من اولها، وده بان اكتر لما والده منحه لقب الباشا وهو لسه ما كملش السن القانوني تمهيدا لتوليه منصب الخديوي بعده. وفي سنة 1897 لما مات ابوه الخديوي توفيق عباس كان لسه صغير عنده 18 سنة وتولى حكم مصر. الانجليز بقى وبالاخص اللورد كرومر افتكر انهم هيسيطروا عليه بسهولة، لكن اتفاجئوا انه مش ضعيف ولا سهل. من اول يوم في الحكم كان عنده نية واضحة انه يقلل نفوذ الانجليز، وبمجرد رجوعه للقاهرة عباس حلمي التاني دخل في مواجهة مفتوحة مع الواقع. مصر تحت الاحتلال الانجليزي والسلطة كلها تقريبا كانت في ايد اللورد كرومر، واللي كان شايف نفسه الامر الناهي في البلد. لكن عباس حلمي ما كانش ناوي يبقى خيال مآتة، بالعكس كان عايز يثبت انه مش مجرد خديوي شاب لكن راجل دولة حقيقي. أول خطوة عملها بدأ يلم حواليه شخصيات وطنية من اللي الناس بتحترمهم وبتثق فيهم. كان في تواصل بينه وبين مصطفى كامل الزعيم الوطني اللي كان صوته بدأ يعلى جدا في الشارع، وكمان قرب من شيوخ الأزهر وشخصيات مؤثرة في المجتمع، وكان حريص جدا إنه يظهر دايما في صورة الخديوي اللي بيهتم بالشعب مش اللي بيخدم مصالح الإنجليز. وعشان كده الإنجليز ابتدوا يقلقوا منه جدا. اللورد كرومر كان تقريبا بيكتب تقارير يومية عن تحركات عباس حلمي، وكان شايف إنه خطر على مصلحة إنجلترا. وعلاقته القوية بالسلطان عبد الحميد الثاني خلت الإنجليز يشوفوه خطر على وجودهم في مصر، خصوصا إنه بدأ ياخد خطوات عملية مش بس شعارات. يعني مثلا بدأ يراجع الامتيازات اللي الإنجليز خدوا بيها مشاريع ومصالح ضخمة جوه مصر زي قناة السويس والبريد والسكة الحديد، وبدأ يحاول يسترجع شوية من السلطة اللي كانت راحت من الحكومة المصرية، وده كان بالنسبة للإنجليز إعلان حرب سياسي غير مباشر. اللورد كرومر كان مسيطر تقريبا على كل حاجة من أول المالية لحد التعليم، وكان كل خطوة بيحاول عباس يعملها علشان يحسن حال البلد كانت بتتقابل برفض أو تعطيل. بس برغم ده عباس قدر يحقق شوية إنجازات مهمة. ركز عباس حلمي على التعليم بشكل كبير وفعلا دعم تأسيس الجامعة المصرية سنة 1908 واللي بقت بعد كده جامعة القاهرة، وكان مقتنع إن التعليم هو السلاح الوحيد اللي ممكن يحرر المصريين فكريا من التبعية للإنجليز. وكمان أسس مدرسة المعلمين العليا علشان يخرج جيل جديد من المدرسين المصريين بدل الاعتماد على الأجانب. وكمان أنشأ البنك الزراعي علشان يساعد الفلاحين بقروض ميسرة بدل ما يكونوا تحت رحمة المرابين. واشتغل على تطوير نظام الري ووسع شبكة المياه ورمم الترع اللي كانت بتهدر المياه، واهتم جدا بالبنية التحتية زي تطوير شبكة السكة الحديد وتحسين المحطات، وكمان بدأ مشاريع بتهدف لتحسين الطرق الداخلية بين المحافظات. وده كان جزء من رؤيته إن مصر لازم تكون دولة حديثة مستقلة فعليا مش بس شكليا. أما في الفن والثقافة كان لعباس دور واضح ودعم المسرح والموسيقى والفنون عموما، وافتتح رسميا دار الأوبرا الخديوية واعتبرها مركز لتدوير المجتمع. وبرضه أنشأ المتحف المصري اللي بقى مركز مهم بيضم آثار الفراعنة علشان يثبت للعالم إن مصر ليها حضارة تستحق الاحترام. وكمان أنشأ متحف الفن الإسلامي، وده كان محاولة للحفاظ على الهوية الدينية والثقافية للبلد في وقت الإنجليز كانوا بيدفعوا الناس ناحية التغريب والبعد عن الجذور. لكن الإنجليز حاولوا يضغطوا عليه أكتر من مرة ويفرضوا عليه أسماء معينة في الحكومة، وكان هو بيرفض وبيعين ناس من اختياره، وده خلى الصدام يتفاقم. عباس حاول يغير حاجات كتير، بدأ يعين مصريين في المناصب المهمة، شجع الصحافة الوطنية وتقرب من الشخصيات اللي بتمثل الحركة الوطنية، وعلى رأسهم مصطفى كامل الشاب المثقف الوطني اللي كان بيدافع عن مصر ضد الاحتلال في كل كلمة بيكتبها. العلاقة بين عباس ومصطفى كامل ما كانتش مجرد صداقة، دي كانت شراكة فكرية، وعباس دعم مصطفى ماديا ومعنويا، وده خلى كرومر يشوف إن الخديوي الشاب بقى خطر عليه.
خصوصا لما حاول يطور الجيش ويعيد تشكيله بشكل يخلي المصريين لهم وجود أكبر. وفي يوم 13 يونيو سنة 1906 حصلت واحدة من أكثر الحوادث الدموية في تاريخ الاحتلال البريطاني في مصر. القصة بدأت بكتيبة إنجليزية مكونة من حوالي 150 عسكري وضابط، كانت ماشية من القاهرة في طريقها للإسكندرية، وفي السكة قرروا ياخدوا استراحة في الريف، فوقفوا في قرية بسيطة تبع محافظة المنوفية اسمها دنشواي، واللي كانت مشهورة بزراعة الغلال وتربية الحمام. 5 ضباط من الكتيبة حبوا يسلوا نفسهم بالصيد، سألوا كبير ملاك الأرض في المنطقة كان اسمه السيد عبد المجيد سلطان عن أماكن وجود الحمام. الراجل قال لهم إن الحمام بيتجمع حوالين أجران الغلال اللي في طرف القرية علشان بياكل الحبوب اللي بتقع من التبن. وصلوا فعلا عند الجرن وكان جنبه مسجد صغير للمصلين، والمكان كله مليان تبن ويابس، يعني شرارة واحدة ممكن تحرق الدنيا. في اللحظة دي طلع لهم الشيخ حسن محفوظ إمام مسجد القرية، وقال لهم بالعربي ما تضربوش نار هنا، التبن ممكن يولع. طبعا الضباط الإنجليز ما فهموش كلمة منه وما اهتموش بكلامه أصلا وبدأوا يصطادوا. وهم بيضربوا نار على الحمام طلعت رصاصة طايشة جت في السيدة أم صابر مرات مؤذن المسجد اللي كانت واقفة فوق الجرن بتبص من بعيد، فوقعت وماتت في ساعتها قدام عيون الناس. الشيخ حسن محفوظ جري على واحد من الضباط كان اسمه الكابتن بول وصرخ بأعلى صوته الخواجة قتل السيدة، الخواجة قتل السيدة، وحاول ياخد منه البندقية وهو مش قادر يصدق اللي حصل. الناس بدأت تتجمع، الغضب مليان في قلوبهم، وهنا بدأت الكارثة تكبر. الضباط الإنجليز التانيين شافوا الوضع بيخرج عن السيطرة فجريوا ناحية زمايلهم علشان يحموهم، وخوفا من اشتباك كبير يحصل بين الفلاحين والكتيبة. العمدة بتاع القرية بعت الشيخ حسن عبد النبي وكان راجل وقور ومحترم ومعاه 2 من الغفر عشان يهدوا الموقف ويحموا الضباط. لكن الضباط لما شافوا الشيخ بيجري عليهم ومعاه ناس افتكروا انهم جايين يقبضوا عليهم او يسحلوهم وسط البلد، فبدون تفكير رفعوا البنادق وضربوا النار على الشيخ حسن عبد النبي ومات في ساعتها، وانصاب واحد من الغفر اللي كانوا معاه. هنا بقى الدنيا قامت ما عادتش، الناس خرجت من بيوتها والبلد كلها اتقلبت. مئات الفلاحين اتجمعوا كلهم شايفين الضباط الانجليز قتلوا ست بريئه وقتلوا شيخ محترم قدام عيونهم. الضباط جريوا ناحيه معسكرهم وفي الطريق وقع واحد منهم اسمه الملازم بوستيك، تعب من الشمس والعطش وانهار على الارض، حاول صاحبه يشيله لكن ما قدرش فسابوه في مكانه، وبعد ساعات لقيوه ميت. والانجليز قالوا ان الفلاحين ضربوه لحد ما مات، رغم ان التشريح باين انه مات من ضربه شمس مش من اعتداء. بس الانجليز كالعاده كانوا عايزين انتقام سريع، فقرروا يعملوا محكمه ميدانيه وجابوا لها قاضي اسمه بونارلو وحطوا الحكم قبل حتى ما يسمعوا اي شهاده. المتهمين كانوا 52 فلاح من اهل دنشواي، اتاخدوا بالعافيه وتقدموا المحكمه استعماريه مفيش فيها لا عداله ولا حتى حياديه. وفي ظرف ايام صدر الحكم اعدام 4 من الفلاحين شنقا قدام اهلهم في نفس الجرن اللي ماتت فيهم مصابر. والابشع من كده انهم جابوا واحد منهم اسمه محمد عبد النبي وشنقوه قدام والده الكبير في السن اللي فضل يصرخ لحد ما وقع مغمى عليه. والباقي خدوا احكام بالجلد والسجن واتجلدوا بالسياط الانجليزي قدام البلد كلها. الحادثه دي ولعت في مصر كلها. مصطفى كامل كتب مقالات نارية وفضح اللي حصل في كل الصحف، وبدأ صوت الشعب يعلى أكتر من أي وقت فات. والخديوي عباس حلمي التاني رغم إنه ما قدرش يغير الحكم لكنه استغل الحادثة دي عشان يثبت للناس إنه معاهم وضد الاحتلال، وفعلا بدأ يقرب أكتر من الزعماء الوطنيين ويحاول يدعمهم في السر والعلن. من بعد الحادثة دي العلاقة بينه وبين كرومر بقت شبه مستحيلة، ولما جه كرومر يقدم استقالته كانت واحدة من أسبابها هي فشل السيطرة على عباس. لكن عباس ما كملش في منصبه كتير. سنة 1914 ومع بداية الحرب العالمية الأولى الإنجليز قرروا يعزلوه من الحكم، وده بعد ما شكوا في ولاءه ليهم وقالوا إنه بيتعاون مع العثمانيين. ومع مرور السنين والشد والجذب اللي ما بيخلصش بينه وبين الإنجليز بدأ عباس حلمي يفقد السيطرة شوية بشوية. الإنجليز كانوا كل يوم بيحصروا صلاحياته أكتر والضغط السياسي عليه بدأ يزيد، وكل خطوة بيحاول يتحركها كانت بتتقابل بعرقلة من الاحتلال. في اللحظة دي بدأ الخديوي عباس يدور على ظهر يحميه وما لقاش غير الباب العالي، الدولة العثمانية اللي كانت لسه نظريا صاحبة السيادة على مصر. فراح اسطنبول سنة 1914 قبل ما الحرب العالمية الأولى تبدأ بشهور بسيطة، والهدف المعلن كان إنه يقابل السلطان محمد رشاد ويقوي علاقات بينهم. بس الحقيقة كان بيحاول يلاقي لنفسه سند دعم سياسي يحفظ بيه عرشه، وراح هناك وقعد في فندق بيرا بالاس الشهير في اسطنبول، المكان اللي بيتلم فيه رجال السياسة والنخبة. وهناك حصلت المفاجأة اللي ما كانش حد متوقعها. في يوم وهو نازل من الفندق شاب مصري كان مترصد له اسمه محمود مظهر. الولد ده كان شايف ان الخديوي خان البلد، او على الاقل كان شايفه رمز للطبقه الحاكمه اللي سابت مصر تقع في ايد الانجليز. ومن غير مقدمات وقف محمود قدامه ورفع المسدس وضرب نار. الرصاصه فعلا جت فيه بس كانت اصابه سطحيه. اتنقل عباس فورا للمستشفى واتعالج هناك وخرج بعدها بكام يوم. الحادثه حصلت على ارض عثمانيه في وقت حساس جدا، والدوله العثمانيه كانت مش عايزه وجع دماغ، خصوصا ان علاقتها مع الانجليز كانت داخله على صدام مباشر بسبب الحرب اللي قربت. محمود مظهر اتقبض عليه فورا وما حاولش يهرب، وقال بمنتهى الصراحه انه شايف عباس خاين وانه لازم يتشاف. السلطان محمد رشاد ما كانش قدامه حل غير انه يبعد عباس عن الصوره تحت غطاء السفر للعلاج في جنيف، لكن في الحقيقه دي كانت محاوله منظمه لابعاده نهائيا عن المشهد السياسي. ومن هنا بتبدا النهايه.
الإنجليز لقيوا الفرصة اللي كانوا مستنيينها من سنين. الحرب قامت والدولة العثمانية بقت في صف ألمانيا ضد الإنجليز، ومصر دخلت رسميا تحت الحماية البريطانية سنة 1914. واتخلع عباس حلمي الثاني من الحكم وتعين مكانه عمه حسين كامل بقرار مباشر من الإنجليز، وابتدوا مرحلة جديدة من السيطرة التامة. بعد عزله اتنفى عباس من مصر وفضل يتنقل بين اسطنبول وجنيف وبرلين، وكان دايما بيحاول يلاقي دعم من الدولة العثمانية أو من ألمانيا عشان يرجع للحكم، لكنه ما نجحش. الإنجليز ما اكتفوش بعزله بس، لكن كمان صادروا جزء كبير من ممتلكاته في مصر، ومنعوا دخوله أو حتى تواصله المباشر مع شخصيات مصرية سياسية، وده خلى عزلته تزيد. وفي المنفى حاول عباس يكتب مذكرات ويوثق اللي حصل من وجهة نظره، وكان بيقابل سياسيين ومفكرين أوروبيين ويحاول يقنعهم بدعمه في استعادة منصبه، بس من غير نتيجة. في آخر أيامه كان عايش في جنيف في شقة بسيطة مش زي القصور اللي اتولد فيها. كان مريض وتعبان وبيعاني من مشاكل صحية ومعزول عن اللي بيحصل في بلده. وفي يوم 19 ديسمبر 1944، نفس اليوم اللي اتعزل فيه قبل 30 سنة، مات عباس حلمي الثاني. مات في الغربة بعيد عن قصر عابدين ومن غير ما يشوف بلده حرة زي ما كان بيحلم، لكنه ساب سيرة مليانة مواقف ومحاولات، ويمكن تكون فيها درس لأي حد بيدور على التغيير حتى لو من جوه القصر. وعلشان كده القصة دي مش بس لازم نعرفها، دي لازم نحكيها لأولادنا ونفتكر دايما إن مصر كان فيها حكام حاولوا حتى لو الظروف خذلت. القصة دي مش بس عن عباس حلمي كشخص، لكن عن فكرة: هل ممكن الحاكم يبقى وطني حتى لو كان في قلب نظام أجنبي؟ عباس حاول وخسر، لكنه ساب رسالة إن الوطنية مش دايما بتيجي من الشارع بس، ساعات بتطلع من جوه الأصول كمان. أتمنى الفيديو يكون عجبك، ما تنساش اللايك وتشترك في القناة، واستناني في أصل الحكاية الجاية.